تخيل أن تجلس في المدرجات لتشاهد مباراة كرة قدم رسمية، لكن لمنتخب واحد فقط، لا وجود للخصم ولا لحارس مرمى ينافس. هذه ليست لقطة من فيلم رعب، بل هي حقيقة تاريخية مظلمة جرت في تصفيات كأس العالم لعام 74. مباراة سوريالية جمعت بين منتخب شيلي ومنتخب من الأشباح. فما هو السر المرعب الذي أخفته جدران الملعب في ذلك اليوم؟ القصة تبدأ في ذروة الحرب الباردة. كانت التأشيرة الأخيرة لمونديال ألمانيا تنحصر بين قطبين متناقضين: الاتحاد السوفيتي الشيوعي ومنتخب شيلي. المباراة الأولى في موسكو انتهت بالتعادل السلبي بعد معركة كروية طاحنة. تأجل الحسم إلى مباراة الإياب في العاصمة الشيلية سانتياغو، لكن قبل اللقاء بأسابيع انقلب كل شيء رأسا على عقب. في سبتمبر عام 73 قاد الجنرال أوغوستو بينوشيه انقلابا عسكريا دمويا في شيلي، ولأن السجون لم تكن تتسع لآلاف المعارضين السياسيين، اتخذ النظام قرارا صادما حين حولوا الملعب الوطني الذي ستقام فيه المباراة إلى معسكر اعتقال رهيب، حيث حبس داخله أكثر من 20,000 سجين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب. عندما علم السوفييت بهذه الفظائع، رفضوا اللعب على أرض مرطخة بالدماء وطالبوا بنقل اللقاء، لكن الفيفا أرسل لجنة لتفقد الملعب. هنا قام النظام الشيلي بخدعة خبيثة، حيث هددوا المعتقلين وأخفوهم في الممرات السفلية بعيدا عن الأعين. خرجت اللجنة لتعلن أن الحياة طبيعية، وأصرت على إقامة اللقاء. أمام هذا التواطؤ، أعلن الاتحاد السوفيتي مقاطعته الرسمية، وبدلا من إلغاء اللقاء أجبر الفيفا الشيل على نزول الملعب لأسباب دعائية. أمام 50,000 متفرج نزل 11 لاعبا شيليا أمام نصف ملعب خال تماما. صفر الحكم، فبدأ اللاعبون يمررون الكرة فيما بينهم بجدية غريبة، حتى سدد القائد الكرة في الشباك الخالية ليعلن الحكم انتهاء المباراة. وتأهل تشيلي بعد 30 ثانية، مسرحية هزلية سوداء كتبها السياسيون ونفذها الفيفا فوق صرخات الضحايا. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك للمزيد.